يقول بعض السلف أن هذا الشهر لو جعل الله عز وجل فيه ليلة القدر مبهمة لقام السنة بأكملها ولم يبين في أي شهر كان، لترى الهمة العالية والإقبال على هذا الخير. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ستنظر عبد الله أين أنت في صلاة القيام؟ أين أنت في صلاة التراويح؟ البعض يصلي ركعتين ويذهب إلى القات. أما تستحي من الله؟ تترك أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، تتركه أنت واقف بين يدي الله. إلى أين؟ إلى أين عبد الله؟ الملك ينادي، الغفور ينادي، الرحيم ينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. وأنت تمضغ القات أو تتقلب على فرش النوم. أيا أيها الناس، كفى غفلة، كفى غفلة، كفى غفلة وضياع. أناس فارقناهم يتمنى الواحد منهم أن يرجع إلى الدنيا فيصلي ركعتين فقط. فلا تتكاسلن